السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير. انا النهاردة بقى عملت بقى الطواجن المكرونة الجميلة. بصوا طعمها خطير جدا وهتعجبكم زي بتاعة الافراح والمناسبات الجميلة. وان شاء الله الفيديو ده هيعجبكم جدا جدا، وهتشوفوه بأسهل الطرق وبأبسط المقادير هتعملوها، والطريقة هتبقى سهلة معاكم. ويعني عايزة اقول لكم بصوا هيبقى جميل جدا جدا جدا. ويلا بينا بقى نروح نشوفوا بقى الطريقة بتاعتنا في عمل طواجن مكرونة خطيرة. دلوقتي انا جبت حلة وحطيت فيها شوية من الزيت ونزلت كده بصلتين يعني. ليه؟ علشان انا هعمل الصلصة بتاعت المكرونة، كده انا بجهز للصلصة. واسيب بقى البصلايه لغايه ما تتحمر، بس كده يا دوبك تصفر مش هتتحرق يعني. انزل بقى بمعلقه من الصلصه بتاعتي اللي انا عاملاها في البيت، الفيديو بتاعها موجود على القناه، الصراحه هتعجبكم جدا، صلصه خطيره. وبعد كده انزل بخمس ست طماطمات كده انا ضربهم في الخلاط، يعني عصير طماطم. واقلب كل الحاجات دي كده مع بعضها، واسيبها لحد ما تبدا بقى ايه، تستوي معانا. ودلوقتي بقى ابدا احط بقى البهارات بتاعتنا، عباره عن معلقه من الملح ومعلقه من الفلفل. بس انا مش هحط اكتر من كده بهارات معايا في الصلصه بتاعتنا ديت. واسيبها بقى لحد ايه ما تبدا يعني ايه تستوي معانا وتاخد غلوتين تلاتة كده. وفي طاسه تانية بقى احط فيها معلقه من السمنه البلدي. وعندي بقى بصلايه كبيره حلوه كده مقطعه مكعبات. ويا دوبك بس كده اخدها بس تقليبه كده. واول ما تبدا تدبل معايا البصله، شوفوا انا لسه برضو معايا الصلصه اهي شغاله فيها، والبصله برضو الطاسه التانية برضو بدات اشتغل فيها. واول ما البصله بقى اللي هي في الطاسه ديت تبدا تدبل، هنزل بيها عليها بقى ايه، برشه من الفلفل، رشه بسيطه خالص كده. فلفل بالودي البصله بقى وهي دبلانه كده وهي على النار كده بمعلقه سمنه بلدي في حته تانية خالص. ودلوقتي بقى هنزل بعد كده باللحمة المفرومة، عشان انا هعصج اللحمة المفرومة. عندي نص كيلو من اللحمة المفرومة. اقلبها بقى كده لحد ما كلها تاخد نفس اللون اللي قدامكم دوت. وابدا بقى ايه احط لها بقى ايه المكونات بتاعتها بقى عشان تديها عصاج جميل كده. معلقة من الصلصة، طبعا الصلصة بتاعتي اللي انا عاملاها اهوت تاخد اللون الجميل دوت. وبعد كده ابدا انزل بمعلقه من الفلفل، ومعلقه من بودره الديمجلاس. بودره الديمجلاس دي جميله جدا في كل الوصفات. والملح بتاعك تظبطيه، وتقلبي كل الحاجات دي كده مع بعضها. وبعد كده انا عندي فلفل الوان انا مقطعاه مكعبات صغيره كده. دي طريقه، يعني ايه الخطوه دي خطوه اختياريه، عايزه تحطيه مش عايزاه عادي، دي براحتكم انتم. بس انا يعني ايه بحب يعني اللي انا احط على اللحمه المفرومه كده الفلفل الالوان بيديها شكل وطعم وقيمه غذائيه بقى، يعني خضار معاها كده بيخليها جميله جدا. والصلصه بتاعتنا بقى هي بدات تستوي معانا اهوت. اخد بقى معلقه من الصلصه دي، انزل بقى ايه على العصاج بتاعنا اللي هي اللحمه المفرومه ديت. بصراحه بتديها تيست عالي قوي. بتدي بقى للحمه كده ايه، يعني ايه بتخليها ايه ملحلحه شويه كده، ما بتخليهاش ناشفه او جافه لا. وتديها لمعه كده زي ما انتم شايفين اهو. تشوفوا عامله ازاي ما شاء الله اللحمه المفرومه بتاعتنا، العصاج ده بقى جميل جدا. ودلوقتي تبقى الصلصه بتاعتنا استوت، واسيب بقى ايه يا دوبك دقيقتين ثلاثه اللحمه بس تستوي معانا. ونروح نكملوا بقى الخطوات بتاعتنا. عندي هنا الطواجن ديت او البريمه ديت. احط بقى في كل برام شويه او معلقه كده من اللحمه المفرومه تحت كده. وعايزه اقول لكم حاجه، ان انا قبل ما حطيت اللحمه المفرومه في البريمه بتاعتنا او الطواجن ديت، انا كنت دهناها بزيت، دهناها من تحت ومن الجناب، يعني ايه دهنه البرام نفسه او الطاجن نفسه من تحت وايه ومن الجناب. وبعد ما خلصت بقى وحطيت اللحمه المفرومه كده في الطواجن، هنزل بقى ايه عندي كده المكرونه. والمكرونه انا مش هسلقها ولا هعمل فيها اي حاجه، هحطها زي ما هي كده. يعني بصوا زي ما هي المكرونه تجيبها من الكيس بتاعها على الطاجن على طول. وبعد كده اجيب بقى ايه الصلصه بتاعتنا اللي انا جهزتها معاكم.
احط بقى في كل طاجن كده معلقة من الصلصة. وبعد كده بقى عندي بعد ما اخلص بقى الطواجن كلها احط فيها الصلصه، عليها الصلصه يعني على المكرونه. عندي بقى شوربه، والشوربه شوربه لحمه، شوربه فراخ، اي شوربه موجوده عندك تغطي بيها بس ايه المكرونه كده. وطبعا لازم تسيبي مساحه في البرام بتاعك عشان المكرونه تستوي براحتها، ويعني ايه وتبقى براحتها خالص كده اهوت. وبعد ما خلصت كل بقى الطواجن بتاعتنا وحطيت الشوربه وحطيتها كلها، حطيت كل المكونات بتاعتها، اللحمه المفرومه والمكرونه والصلصه والشوربه كده. وطبعا انت مظبطه كل حاجه. وبعد كده بقى اقوم جايبه ورق فويل زي ما انتم شايفين كده، واغطي البرام كله من تحت ومن فوق، يعني الورقه تغطيه كده من تحت ومن فوق كله. يعني ايه مش عايزين اي نقطه هوا تدخله ولا اي بخار يطلع منه خالص، عايزينه يستوي كده على البخار يعني كده زي يعني نغطيه، يعني مش عايزين ايه هوا ولا بخار يوصل له. وبعد بقى ما خلصت كله كده اخر تركه اللي هي اهم تركه، طبعا انا حاطه الطواجن دي في صاج وجبت ميه سخنه مغليه حطيتها كده في الصاج اهوت. التركه دي جميله جدا. وبعد كده بقى اروح احطها في فرن البوتاجاز على فرن عالي جدا درجة حرارة 200. وبعد ما يطلع بقى زي ما انتوا شايفينه قدامكم اهوت بالشكل دوت، بعد ما طلع كده من الفرن اهوت، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني شوفوا شكله عامل ازاي، خطير 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 زي بتاع المحلات اللي انتوا بتروحوا تجيبوه بصراحة، وبيبقى مكلف جدا. بالعكس ده هتعمليه بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلف خالص. ونقوموا قلبينه بقى كده اهوت، ونشيله بقى ايه الطاجن بتاعنا او البرام بتاعنا كده بالراحة. يعني ايه ما شاء الله اللهم بارك. شوفوا شكل المكرونة عامل ازاي واللحمة المفرومة والخضار، بصوا طبق خطير جدا، والصوص بقى اللي نازل ده خطير. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة، وباي باي.